السلام ومرحبا بكم في قناة سلام سبور. رجعنا لكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا باش نحكيو عن مدربين عاطلين على العمل. المركز الأولاني اللي هو زين الدين زيدان، اللي هو حاليا من غير فريق. درب يعني نادي ريال مدريد على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت عرفت نجاح كبير برشا، اللي هز فيها دور أبطال أوروبا يعني 3 مرات على التوالي، والمرحلة الثانية اللي هز فيها الدور الإسباني، وإمكانية كبيرة برشا أنه يتم يعني تدريب المنتخب الفرنسي. نعرفوا يعني في الفترة القادمة ممكن تتم إقالة ديدي ديشامب. نتمنى إن شاء الله يدرب المنتخب الفرنسي. ونعرف يعني كل فريق يتم إقالة المدرب، ونسمع زين الدين زيدان جاي يدرب الفريق هذا. يعني سمعنا باش يدرب مانشستر، سمعنا باش يدرب اليوفي وعديد من الفرق، والعروض السعودية والإغراءات المالية الكل. هذا كل أخبار كاذبة. يعني إمكانية نسبة 80% أنه باش يدرب المنتخب الفرنسي. المدرب رقم 2 هو الإيطالي كونتي، المدرب الشهير والمدرب المعروف جدا يعني في الكرة الأوروبية. المدرب هذا يدرب عديد الفرق، درب اليوفي، الانتر، توتنهام، المنتخب الإيطالي، واللي إمكانية كبيرة برشا أنه يرجع يدرب المنتخب الإيطالي لتعويض مانشيني في الفترة القادمة. مدرب كبير برشا، عنده خبرة كبيرة برشا في الكرة الأوروبية كما قلت لكم. نتمنى يعني معليش ما يخوض تجربة أخرى مع المنتخب الإيطالي. نعرفوا تجربته الأخرانية مع نادي توتنهام ما عرفش نجاح باهي ونجاح كبير. لكن يعني بالحق المرحلة اللي درب فيها نادي الانتر كانت مرحلة مزيانة برشا، لكن للأسف ما دامتش. المدرب رقم 3 اللي هو فليك، هانز فليك، المدرب الألماني اللي درب يعني نادي البايرن وعرف نجاح كيف كبير برشا، وهز دور أبطال أوروبا بعد سنوات عديدة ما هزتهاش يعني نادي البايرن. المدرب هذا يعني أول بداياته هز دور أبطال أوروبا، واللي خلاته يعني يعمل شهرة كبيرة برشا، وخلى يعني المنتخب الألماني يقوم يعني بانتدابه. وعرف يعني فشل كبير برشا مع المنتخب الألماني، هي خروجه يعني في كأس العالم من مرحلة المجموعات، وهو حاليا يعني من غير فريق. هكا نكونوا كملنا الفيديو الحديث عن 3 مدربين عاطلين على العمل، زيدان، كونتي، وهانز فليك. يلا شباب، قبل ما نقص الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، لايكوات ووضع جرس التنبيهات. إلى اللقاء إن شاء الله، تقابلوا فيديو جديد.